السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم إيمان من مطبخ إيمان جادو. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا وبسيطة وحاجة كلنا بنحبها كبار وصغيرين. هنعمل أصابع التمر أو القراقيش اللي بالعجوة اللي كلها عجوة في عجوة. حاجة كده سهلة وبسيطة، هعملها معاكم بمقادير سهلة جدا. مش هنحتاج فيها لا خميرة ولا عجينة تخمر معانا، ولا هنحتاج فيها سمن ولا أي حاجة خالص. هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم قوي قوي. شايفين تحفة حاجة كده طالعة، يعني مقولكوش. لو لسه اول مرة بقى تشوفوا عندي القناة، اعملوا لايك واشتراك وتعالوا نشوف المقادير. انا عندي هنا دورق الخلاط، هنزل فيه بقى بكوباية الا ربع من الزيت، ونص كوباية من السكر، واتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة. كل مكونات عندي بدرجة حرارة المطبخ. وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا، او الفانيليا السائلة او البودر، اي فانيليا موجودة عندك. هضرب المكونات دي مع بعض حلوة قوي. مقادير سهلة لغاية دلوقتي اهو. اهم حاجه يا جماعه في الزيت عندي يبقى زيت نوعه حلو قوي، نوع نضيف ما فيهوش اي ريحه. ما ينفعش استخدم زيت له ريحه، هيبوظ معايا كل حاجه استعملتها. هضرب المكونات دي حلوه قوي لغايه لما السكر يدوب حلو قوي مع بعضه. هاجي عندي هنا بقى بوله، هكون مجهزه فيها كوبايتين ونص من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات. وهنزل عليه بنص كوبايه من الحليب البودر، ونص كوبايه من النشا، وعندي كمان رشة من الملح، ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة. هقلب كل المكونات دي مع بعض حلوة قوي بالشكل ده، وهنزل عليهم بقى بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط. مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة، انا ما استخدمتش اي خميرة ولا اي سوائل خالص خالص في العجينة دي او في الطريقة بتاعتي دي. هقلب كل مكونات حلوة قوي بالشكل ده. انا عاوزة عندي عجينة طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش. هعجن بقى بايدي لغايه لما اوصل معايا للعجينه الحلوه دي. شايفين العجينه عجينه طريه ملمسها ناعم جدا. ما بتلزقش في الايد، وفي نفس الوقت مش عجينه ناشفه او جامده. شايفين العجينه طريه خالص خالص معايا وجميله جدا. يعني بجد جربوها هتعجبكم قوي 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 القراقيش دي. طبعا بنشتريها من الافران بتمن طبعا غالي جدا. عندي هنا السمسم بقى، عندي بولة او طبق واسع، هنزل فيه بكوبايتين من السمسم، مهم جدا انه يكون محمص. هنزل عليهم بمعلقتين 3 كبار كده من المية، وهقلب حلو قوي مع بعض السمسم في المية، بحيث انه يبقى مرمل او مندي عندي كده بالمية، علشان لما انزل فيه بالقراقيش بتاعتي او المنين يمسك عليها، ما يقعش من عليها. بالشكل ده كده هقلبهم حلو قوي بالشكل ده مع بعض. لغاية دلوقتي كل مقاديري سهلة وبسيطة، كل المقادير دي هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف. بعد ما قلبت كل حاجة بالشكل ده كده، هشيل بقى طبق السمسم الحلو ده كده على جنب، واروح بقى اجيب العجوة. انا عندي هنا تقريبا 600 ل 700 جرام من العجوة. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من القرفة، وحوالي 3 4 معالق زيت، او حابة تحطي سمنة مش مشكلة. هقلب العجوة في الزيت او في السمن بالطريقة دي. عايزاها تبقى معايا طرية وناعمة، وطبعا القرفة بتديها طعم حلو قوي. هنا بعد ما عجنتها بقت عندي بالشكل ده طرية جدا وسهلة الاستخدام. هجيب بقى عندي، هبدأ اخدها واعملها صوابع بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي ده. هاخد عندي قطعة كده من العجوة، وابدأ اعملها صوابع عندي بالشكل ده كده. هعمل كمية العجوة اللي عندي، هعملها صوابع بالشكل ده واجهزها علشان احشي بيها عندي العجينة بتاعتي. جهزتها بالشكل ده كده. هجيب بقى العجينة اللي عندي، هاخد منها قطعة قطعة قطعة، يعني مش هاخد العجينة كلها مرة واحدة. خدت عندي قطعة من العجين بالشكل ده، هفردها بالشكل ده كده. وهجيب يعني افردها بطول العجوة، ما ينفعش تبقى اطول من العجوة، بطول العجوة بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. وهقفل عليها بالشكل ده. لو عندي حتة عجينة زيادة بالسكينة هشيلها، مفيش اي مشكلة خالص. هقفل بقى بالشكل ده كده، وهبدأ افرد العجينة. اخد من جوه لبره بالشكل ده كده، هاخد من جوه لبره، هاخد من جوه لبره بمنتهى السهولة. ما شاء الله العجينة ماشية معايا تحفة. انا هنا هقسمها نصين عشان هي بقى طولت معايا قوي، بقت كبيرة وطويلة. فانا هقسمها نصين، وهاخد بقى نص نص كده احطه في السمسم بتاعي. شايفين؟ ببدأ امشي بيها في السمسم بالشكل ده. طبعا انا حاطه على السمسم بتاعي
ميه ومندياه كده بالميه او مرمل كده معايا، فبيمسك على طول في القراقيش بتاعتي او اصابع التمر بالشكل ده كده. وبعدين هاخدهم بقى اقطعهم هنا بعد ما عملتها كلها بالسمسم بالشكل الحلو ده. هبدأ اقطعها صوابع متساوية بالطريقة دي، او زي ما انتي حابة بقى حجم الصباع عندك يبقى شكله ايه، مفيش اي مشكلة خالص. بقت عندي بالشكل الحلو ده. هجيب صينية عندي تكون مدهونة زيت، وهبدأ ارص فيها صوابع التمر العسل الجميل اللي انا عاملاها دي، او القراقيش اللي بالعجوة بالشكل ده. هعمل معاكم واحدة كمان قطعة من العجين فردتها بالشكل ده كده، واحط جواها صباع العجوة اللي انا مجهزاه، وهقفل عليها حلوة قوي بالشكل ده. وهبدأ افردها باخد من جوه لبره بالشكل ده كده، باخد من جوه لبره. بيبقى حجمها عندي مش بتبقى تخينة، يعني العجين مش بيبقى تخين فيها، يدوبك تبقى رقيقة، بتفرد معايا حلوة قوي. العجوة فيها من جوه بتبقى ممتازة. بجد طريقتها سهلة جدا، يعني مبتاخدش معاكي اي وقت خالص خالص في المطبخ. بالظبط تدخلي نص ساعة تكوني عاملة احلى شوية قراقيش، بتعمل معايا كمية حلوة قوي. المقدار ده عمل معايا كمية كويسة قوي قوي. مقاديرها سهلة بسيطة مغذية جدا للأولاد، ياخدوها معاهم بقى المدرسة. حلوة قوي مع فنجان القهوة، مع كوباية الشاي، حلوة للعشاء للفطار. يعني حاجة سهلة جدا وبسيطة، وحلوة قوي 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 بقى في الشتاء. بس الناس اللي عاملة دايت او عاملة رجيم بقى ملهاش في الكلام ده خالص، تاخد اجازة بقى من الرجيم وتاكل لها كام واحدة كده. عندي بقى الصينية، رصها في صينية بالشكل ده كده. شايفين تحفة. هنحاول على قد ما نقدر ان هي تبقى الصوابع متساوية. العجوة فيها من جوه جميلة جدا، العجينة مش تخينة خالص. طبعا بتزيد حاجة بسيطة قوي في الفرن. هدخلها فرن على درجة حرارة 180، هتقعد حوالي من 20 دقيقة ل 15، يعني من 15 ل 20 دقيقة حسب الفرن عندك. بولع عليها من تحت الاول، وبعد كده بولع عليها من فوق. بتاخد معايا اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، شكلها تحفة من تحت ومن فوق، لونها جميل من جوه تحفة. شايفين العجوة فيها عاملة ازاي؟ دايبة قوي، طعمها جميل قوي، بالظبط زي اللي بنشتريها من الافران. وبنبقى عايزين نعرف بتتعمل ازاي. تعمل بطريقة سهلة جدا، دايبة خالص. العجوة فيها من جوه جميلة. طبعا ممكن نحشيها عجوة، ممكن نحشيها ملبن. هعملها معاكم الملبن، وهعملها بالعجوة، عملناها بالعجوة. هنعمل معاكم حاجات كتيرة قوي من المخبوزات ومن حاجات الأفران. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. مقاديرها سهلة وبسيطة، وكل المقادير هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف. ولو لسه بقى أول مرة بتشوفوا عندي القناة، ياريت نعمل لايك ونعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل توصلكم إن شاء الله. وياريت كمان تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، مطبخ إيمان جادو بالعربي والإنجليزي، بنزل عليها كل وصفاتي. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.